السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى برازق في الدنيا. عشان نبدأ الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدأ على بركة الله. اول حاجة كل اللي هنحتاجوها هي مكوناتها بسيطة جدا جدا جدا. كوباية من السمنة، اي بقى نوع سمنة انت بتستخدميه، كوباية سمنة، وهنحط معاها نص كوباية سكر او نص كوباية ومعلقة. وطبعا لو عايزاها احلى من كده هيطلع سكرها وسط، لو عايزاها احلى من كده ممكن تزودي كمان معلقة. السكر سكر يا اما يكون الخشن العادي الوسط ده، مش الخشن قوي، او الناعم البودرة، بس الخشن قوي لا بلاش. هتقلبي السكر والسمنة كويس جدا، حاولي تدوبيهم مع بعض كويس جدا، وبعدين هنحط عليهم بضايه وكمان حبة فانيليا. في بيض يبقى فيه فانيليا لازم، اي بقى نوع فانيليا تحبيها، بودر او دي مش مشكلة. هتقلبي البيض مع السكر والسمنة لغاية لما يختفي البيض جدا، ما يكونش فيه اثر خالص للبيض. هتقلبي كويس، وهي دي كل المكونات. فاضل بقى الدقيق والبيكنج باودر. هنحط معلقة الا ربع معلقة صغيرة بتاعت الشاي، معلقة الا ربع من البيكنج باودر، ورشة ملح. هنحط معاهم مبدئيا كوباية من الدقيق، وهتقلبي بالسباتشولا. خلي بالك البسكوت ما بيحبش الدعك كتير او العجن كتير، عشان ما يفصلش السمنة بتاعته. حطينا كوباية وهنرجع نحط تاني. هو الكمية كلها خدت كوبايتين ونص من الدقيق، بس انتي هتخلي بالك عشان كل دقيق وله قابلية لشرب السوائل او السمنة او الكلام ده. لما تيجي تعجني هتعجني بالصوابع كده بنفس الشكل كده، ما تعجنيش عجن العيش. هنحط شوية دقيق ونجرب، ونحط شوية دقيق ونجرب لغاية لما نحصل على العجينة الحلوة في ايدينا كده. هو تبقى حلوة مش مشققة ومش يعني عجينة كويسة في ايديكي. كده خلصناها، نغطيها وسيبيها على جنب قبل ما نجهز السمسم. هنحط كوباية الا ربع سمسم، وهنحط عليها معلقتين 3 من يا اما عسل نحل يا اما عسل اسود، او الشربات بتاع الكنافة سيرب. او لو مفيش اي حاجة من الحاجات دي هتحطي معلقتين سكر في حبة مية صغيرين وتقلبيهم كويس، وتنزليهم على السمسم عشان خاطر لما تحطي عليه العجين يلزق فيه. كده خدنا حتة من العجينة وتقطعيها بالشكل ده. ولو تقدري تعملوا كلهم قد بعض خير وبركة، ما تقدريش ممكن توزنيها. انا عملت الحباية وزن 10 جرام. كده خلصت. بصي يا ستي، هتلفيها كده دايرة وتظبطيها في ايديكي، تغطسيها في السمسم وتظبطيها كده بايديكي، تشيلي الزيادة وتبططيها عشان السمسم يلزق في حتة العجين. هنعمل واحدة تانية بالشكل ده، وهترصيهم جنب بعض. هي مش هتنفش قوي يعني. كده لغاية لما تخلصي الكمية كلها. كده عملت حبة مربعين وحبة مدورين، بس للأسف الصاجة دي اتحرقت كلها. فضل يعني انا عملت صاجين، واحد اتحرق خالص، وده الصاجة اللي طلعت حلوة الحمد لله على كل حال. بس طلعوا حبة بسكوت عسل. يا ريت تجربي الوصفة دي، جميلة قوي وهتعجبك ان شاء الله. لو وصلتش معايا لغايه كده اوعك تنسي تعملي لي لايك
وشير، واشتركي في القناة لو مش مشتركة، يساعدني اشتراكك وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. هما دول الحبة اللي تحصلت عليهم، الحمد لله رب العالمين، عملوا على كل شيء. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.